يا جماعة، الذكاء الاصطناعي مش بس بقى ذكي، لا ده بقى مرعب فعلا. أنا عبد الله النقيب، مهندس برمجة ومدرب، وعايز أكلمك النهاردة كده من القلب. يعني إيه الذكاء الاصطناعي؟ ليه فجأة الكل بيتكلم عنه؟ إيه الأدوات اللي بقت بتكتب، تصمم، تحلل وتعمل فيديوهات كاملة؟ وإزاي ده كله ممكن يساعدك، سواء مبرمج، مصمم، مدرس، صاحب بيزنس أو حتى طالب؟ بص، خليني أشرح لك بشكل بسيط. الذكاء الاصطناعي هو إنك تعلم الكمبيوتر يفكر، أو على الأقل يتصرف كأنه بيفكر. يعني بدل ما تديله أوامر خطوة بخطوة زي زمان، بتديله بيانات وهو بيتعلم منها. تخيل طفل بيتعلم من الصور والكلام اللي حواليه. نفس الفكرة، بس الطفل بياخد سنين. ال AI ممكن يتعلم ملايين الأمثلة في أيام أو ساعات. في 3 مستويات أساسية: ذكاء ضيق Narrow AI Explaining، زي اللي بيقترح لك أفلام على نتفليكس أو بيكمل كلامك في جوجل. ذكاء عام AGI Thoughtful، وده لما الذكاء يفكر زي الإنسان. Short Boss، ده لسه تحت التطوير. ذكاء خارق Super AI Playful، وده الخيال العلمي. هقول لك بس على شوية حاجات حصلت في آخر سنتين. شركة OpenAI طلعت شات جي بي تي. أول مرة ناس كتير شافوا AI بيتكلم طبيعي كأنه بني آدم. بعدها طلعوا جي بي تي 4، بيسمعك، يرد عليك بصوت، يشوف صور ويفهمها. جوجل عملت فيو، تكتب جملة تلاقي قدامك فيديو سينمائي. في أدوات بتكتب مقالات، ترسم لوحات، تصمم لوجوهات، تعدل فيديوهات. فتخيل زمان كان عشان تعمل فيديو تعليمي محتاج يومين مونتاج. دلوقتي ممكن تعمل فيديو كامل بصوت وشرح وصور في أقل من ساعة. طب إزاي ده ممكن يساعدني؟ أنا عايز أديك أمثلة عملية بجد. لو أنت مبرمج، جيت هاب كوبايلوت بيكمل لك الكود وأنت شغال شبه زميل عبقري قاعد جنبك. تشات جي بي تي بيشرح لك الكود، يحسن الأداء، يقترح بدائل، وبيشتغل مع لغات كتير. لو أنت مصمم، ميد جيرني أو دالي تكتب وصف تطلع صورة احترافية. تقدر تعمل بوستات، لوجو، صور منتجات، وكل ده وانت قاعد على اللابتوب. لو انت صاحب مشروع صغير، تستخدم تشات جي بي تي تكتب لك إعلان ممول أو تنسق محتوى صفحتك. لو انت مدرس أو طالب، AI يلخص لك محتوى كتاب كبير في نقاط. تقدر تعمل شرح بصوتك للطلاب باستخدام أدوات تحويل النص لصوت. هل هو خطر؟ ناس كتير بتسأل، الذكاء الاصطناعي هياخد شغلي؟ طب لو بقى أذكى مننا؟ طب لو بقى واعي؟ بص، الموضوع مش كده خالص. الذكاء الاصطناعي مش جاي ياخد شغلك، هو جاي ياخد شغل اللي مش هيستخدمه. يعني اللي هيتعلم ويطور نفسه هو اللي هيكسب. أما موضوع الوعي والخيال العلمي ده لسه بعيد، لكن اللي فعلا لازم نفكر فيه هو أخلاقيات الاستخدام. إزاي نستخدم الذكاء ده في الخير مش للغش أو التلاعب. الذكاء الاصطناعي مش حاجة جاية في المستقبل، لا، ده موجود دلوقتي وكل يوم بيتطور. ابدأ اتعلمه، اختار أداة واحدة بس وجربها، واللي مش هيتعلم هيتفرج على الباقي وهم بيعدوه. قولولي في الكومنتات، جربتوا أدوات AI قبل كده؟ عايز أشرح إيه في الحلقة الجاية. لو حابين أدوات معينة نشرحها عمل. ما تنساش اللايك، سبسكرايب، فعال الجرس علشان توصلك الحلقات الجديدة أول ما تنزل. أنا عبد الله النقيب، أشوفكم في الحلقة الجاية.